السلام عليكم. نرجع نتكلم تاني يا جماعة، نتكلم تاني في الخير. يمكن ربنا بيسبب واحد زي حالاتي للناس ان هو يفكرهم بالله سبحانه وتعالى وباخواتهم الغلابة. صلى على النبي. محدش يا جماعة يطبطب علينا، محدش في اخواتنا العرب هيطبطب علينا. هم عندهم استعداد يدفعوا في لعيب كورة 100 مليار، لكن ما يساعدوش حد غلبان. ده اللي انا بحسه، ده اللي انا شايفه، ده اللي انا بسمعه، ده اللي انا بشاهده. يا جماعه والله. يعني مثلا ما شاء الله تلاقي مثلا في دوريات عربيه دلوقتي اللي فيها لعيبه شيء وشويات. والله انا ما بقول لكمش ادوا الناس فلوس، لان في الاخر في ناس بتطلع من عندكم تقول احنا شحاتين. والله احنا مش شحاتين، احنا بنشتغل وبنتعب. يعني حضرتك اللي جايين عندكم بيشتغلوا عندكم، مش حد جاي يشتغل سايب بلد وسايب وطن وسايب اهل بيته وسايب كله جاي يشتغل عشان لقمة العيش. في الاخر ما ينفعش نقول احنا شحات يعني. عيب. فلازم احنا اللي نبكي على نفسينا يا اخوانا، لازم نبكي على نفسينا والله، لازم نساعد بعضينا. هو انا عندي استعداد اطلع كل يوم وجبه، انا اقدر اطلع وجبه، والوجبه تبقى اللي يطلع فيها، يعني اللي يطلع فيها هو بقى ظروفك انت وظروفك. ايه المشكله؟ ايه المشكله لو بيت اللي جنبي طلع وجبتين وبيت اللي جنبه طلع وجبتين؟ والله حتى الغلابه هيطلعوا وجبات على قدهم. اللي اقصد اقوله ان احنا هنلاقي اكل وشرب، اصل الاكل والشرب والدواء موجود خلاص، ولا الدنيا وما عليها. ليه مثلا حضرتك او اي حد يا جماعه، معلش انا اسف، انا عارف ان كلامي مش محبوب يعني. الناس دلوقتي بقت متجهه للرقص والغنى والشكل الحلو والفلترات وبتاع والكلام ده. احنا بنتجه لحاجه ثانيه. هو انا ساعات بقول لنفسي، وانا اقول لربنا لما انزل القبر هقول له معلش اصل ما كنتش فاضي، معلش انا ما كنتش لا اجيب وجبه فول وطعميه لحد ما الجنه. يا جماعه والله لا، احنا في كارثه. الناس طب هتقابل ربنا بأي شكل؟ طب لما هيقول لك فلوسك اللي انت سبتها لعيالك جبتها منين وليه ما صرفتهاش في جزء منها في الله، وليه صح ولا انا غلطان؟ احنا بنحاول نساعد بعض. انا مش عارف، انا بحاول ادور على حاجه نحل بيها مشكله الناس اللي ظروفها على قدها. يعني حضرتك مثلا ودي انا شفتها، يعني الناس اللي شغاله في القطاع العام والله بيروحوا ياخدوا الادويه كده وخلاص. في ناس بتشتغل بتروح تاخد ادويه كده وخلاص وهي مش عيانه. طب هاتها وروح. اول حاجه يا عمي، انت مرتبك مثلا 4000 جنيه، اعمل منهم 100 جنيه بس، 100 جنيه في الشهر. كتيره 50 جنيه، كتيره 25 جنيه، كتيره 20 جنيه، كتيره. هات اشتري سبرينيه بنص جنيه وروح الصيدليه قول له الله يخليك دي هنطلعها لوجه الله. لما يجي لك حد عايز واحده اسبرين طلعها له. واحد تاني مرتاح ماديا شويه يجيب شريط دواء سكر ويروح يوديه برضه للصيدليه، بس يكون انت عارف ان الناس ديت هتساعد فعلا. لما يجي لك حد عايز دواء سكر ومعهوش طلعه له لله. الجامع الناس الشيوخ اللي في الجوامع يعرفوا كل الناس الغلابه اللي معهاش. اعملوا صيدليه في مسجد، صيدليه صغيره كده وحطوا فيها كذا نوع دواء، وخصوصا ادويه الناس اللي مش لاقياها. والله العظيم هتبقى شيء جميل. وتخيل ان انت بسبب اسبرينا بربع جنيه ب 25 قرش ممكن تخش الجنه. يعني انت اتقيت الله ب 50 قرش دخلتك الجنه ومنعت عنك النار. والله انا عارف ان كلامي الناس من بتبقى هي حاجه، لا انا بتكلم كلام زي واحد. والله انا كنت كاتب نعمل موضوع والنشد الرئيس فيها يجوز مع مشغولات كتيره صوته يسمعنا. فيقول لي ايه؟ والله انا بوريكم ازاي احنا بنتكلم. يقول لي انا لو قالوا لي جنيه مش تفهم. يا بقى هو انا بقول لك انت تدفع، احنا هناخد منك عشان هنعبي كرشنا، او انا بقول لك عشان تتقي الله ولو بشق تمر. صح ولا ايه يا اخوانا؟ انا بعتذر لو انا بتكلم كلام
بحاول اصحي ضمير ناس حالتنا يعني. لازم يا جماعه نساعد، بالله عليكم عايزين نساعد باي طريقه، اي طريقه، اي طريقه. انزل يا عم اشتري بجنيه 3 رغيفه ولا رغيفين بجنيه وروح وديهم الجامع. قول له لو حد جالك جعان طلع له رغيفين. يا سيدي تعالى على نفسك بجنيه جبنه بيضه، هات علبه جبنه بيضه تاكل 20 واحد، حط فيها سلايس صغير كده. انت فاهم ازاي؟ لان الحاجات دي هتمنع عننا شرب كتير والله. عارفين يا جماعه في الدول اللي افقر مننا زي تايلاند والحاجات دي يعني، بيطلعوا الجبال ياكلوا القرود ويجيبوا لهم اكل. والله انا ممكن اكون بشتري فاكهه نوعيتها اقل من الفاكهه اللي رايحه للقرود. يعني معنى كده ان بيجي لهم حاجه 100 100. وتلاقي القرد ياخد، عارف اللي هم الناس دي لو ما طلعتش الجبال تاكل القرود هتلاقي القرود نازله عليهم في بيوتهم تاكلهم. شفتوا الفكر بقى؟ يا اخي ده زمان المسلمين كانوا يحطوا على الجبال قمح وينصروه حتى لا يكون احد طائر مات جعانا في اراضي المسلمين. فين احنا وفين؟ مع السلامه.